كن صحي. صحصوح سهلها عليك. فتة الملوخية بالدجاج. المقادير: 600 جرام صدور دجاج مع العظم خالي من الجلد والشحم، 6 أكواب من أوراق الملوخية مقطعة ومغسولة ومجففة، حبة بصل مفرومة، حبة طماطم مفرومة، حبة بصل مفرومة، 4 فصوص ثوم مهروسة، ملعقة طعام سلطة طماطم، حبتين طماطم معصورة، فص ثوم مهروس، 1.5 من الرغيف اللبناني الأسمر محمص في الفرن ومقطع مربعات، 750 ملي من الماء المغلي، ملعقة طعام من زيت الذرة، كوب و3/4 من مرقة الدجاج التي سيتم تحضيرها، ملعقة طعام من زيت الذرة، حبتين بهارات صحيحة لكل من الهيل، القرفة، القرنفل والفلفل الأسود، ملعقة شاي من الملح، ملعقة شاي من الكزبرة الناشفة، ربع ملعقة شاي لكل من البهارات المطحونة التالية: ملح، فلفل أسود، كزبرة ناشفة وكمون. توضع صدور الدجاج والبصل والطماطم والبهارات الصحيحة والملح في قدر على نار هادئة وتترك حتى يخرج ماء الدجاج ثم يتبخر. يضاف الماء ويترك ليغلي إلى أن ينضج الدجاج مدة 30 دقيقة تقريباً، ثم يصفى ويحتفظ بالمرق. تفرم الملوخية باليد أو بالخلاط ثم توضع في قدر ويضاف لها المرق. تقلب ثم تترك لتغلي مدة 5 دقائق. في مقلاة صغيرة يسخن المقدار الأول من الزيت ويقلى فيه الثوم حتى يحمر، ثم تضاف الكزبرة وتقلى ثم تطفأ النار. يضاف نصف المقدار من خليط الثوم المقلي إلى الملوخية. يوضع في القدر المقدار الثاني من الزيت والبصل والثوم والبهارات المطحونة. يقلب البصل حتى يحمر، ثم تضاف الطماطم والصلصة وتترك لتتسبك مدة 10 دقائق تقريباً. تضاف صدور الدجاج وتقلب، ويمكن إضافة القليل من المرق أو الماء إذا كانت الصلصة سميكة. تترك لتتسبك مدة 5 دقائق ثم تطفأ النار. يرص الخبز في وعاء مقاوم للحرارة، ثم تصب فوقه الملوخية بحيث تغطي الخبز، ثم نضع النصف الثاني من خليط الثوم على الوجه. يوضع في فرن على درجة حرارة 400 فهرنهايت لمدة 10 دقائق. بعد أن يخرج من الفرن توزع صدور الدجاج والصلصة على الوجه ثم تقدم.